في نتائج أخرى للخطية، زي مثلا إن الإنسان يفقد الصورة الإلهية. إنسان بيفقد صورة الله التي خلق على مثالها بالخطية. صدقوني حتى ملامح الوجه تتغير في الخطية، حتى ملامح الوجه. يعني الإنسان الغضوب تلاقي ملامح وجهه بيبان فيها الغضب، الإنسان الشهواني ملامح وجهه بتتأثر بشهواته، الإنسان المستهتر بيبان على ملامح وجهه. كل خطية بتترك طابعها حتى على ملامح الإنسان. من القصص العجيبة التي قيلت عن ذلك الفنان الكبير الذي رسم صورة العشاء الرباني ورسم صور التلاميذ، لما جه يرسم صورة المسيح قعد يبحث على أجمل واحد ويبين عليه البراءة والطهارة ومش بس الجمال، لغاية لما لقى واحد وقعده قصاده كده يستوحي منه ملامح المسيح. وبعدين قعد يرسم في الرسل، كانت مرت بقى حوالي 3 سنين، فقال أدور على أبشع واحد أرسم منه صورة يهوذا، فلقى واحد عليه البشاعة وجابه وقعده. وبعدين بص قال له أنا جيت هنا في الحتة دي. قال له إمتى؟ قال له جيت من قيمة 3 سنين لما خدت منه صورة المسيح. كان نفس الشخص وبعدين انجرف في الخطية فتركت ملامحها البشعة على وجهه. الإنسان البسيط بتبان البساطة على وجهه، الإنسان البريء بتبان البراءة على وجهه. فكركم صورة العذراء بس جمال الوجه فيها، وقطعا كانت في منتهى الجمال، لكن صورة العذراء في ملامحها البراءة، البساطة، الطهارة، القداسة، الطيبة، الحنان، السلام. الصفات الروحية دي بتبان في الملامح. أمال ليه احنا بنبص في صور القديسين كده وبناخد منها تأثر روحي في داخلنا؟ حتى من الملامح بنستفيد. بل إن الخطية بتترك تأثيرها على الإنسان من كل ناحية، حتى من جهة مظهره، من جهة ملابسه. تلاقي إنسان في وقت من الأوقات يهتم بشكله، يهتم بلبسه، يهتم بمنظره، وفي وقت من الأوقات ما يهتمش. تبص له كده تقدر تعرف من جوه جنسه إيه. واحد من ملابسه ومن شكله تعرف إنه بسيط، تعرف إنه مش مهتم بالمظاهر. واحد من ملابسه ومن شكله تعرف جنسه إيه، إلى آخره. الخطية بتفقد الإنسان الصورة الإلهية، ولذلك جاء المسيح إلى جوار الفداء، وهو السبب الأصلي الأول للتجسد. جاء المسيح إلى جوار هذا يرجع لنا الصورة الإلهية التي خلقنا عليها. مش بس الصورة من ناحية ملامح الجسد، إنما الصورة حتى من جهة النفس وصفاتها والروح والقلب.